لقد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه، وسالمه في وقت كان يجتمع عنده من الأنصار ومن الجيوش ومن المنعة ما يمكنه من مواصلة قتال معاوية رضي الله عنه. وفي مقابل هذا خرج أخوه الحسين رضي الله عنه على يزيد في قلة من أصحابه في وقت كان يمكنه فيه الموادعة والمسالمة، فلا يخلو أن يكون أحدهما على حق والآخر على باطل، لأنه إن كان تنازل الحسن مع تمكنه من الحرب حقا كان خروج الحسين مجردا من القوة ضعيفا مع استطاعته من المسالمة، كان هذا أمرا باطلا وخطأ من الحسين. وإن كان خروج الحسين مع ضعفه حقا كان تنازل الحسن مع قوته باطلا. وهذا يضع الشيعة في موقف لا يحسدون عليه، لأنهم قالوا إنهما جميعا، يعني أن الحسن والحسين كانا جميعا على الحق، والحقيقة أنهم جمعوا بين النقيضين. وهذا القول يهدم أصول معتقد الشيعة. وإن قالوا ببطلان فعل الحسن لزمهم أن يقولوا ببطلان إمامته، وإن قالوا ببطلان إمامته يبطل إمامة أبيه، لأنه هو الذي ولاه وهو الذي نصبه بعده كما تعتقد الشيعة، وهكذا. وهذا إشكال كبير لا بد أن يتفكر فيه عقلاء الشيعة.